هل لو عليت التكييف فاتورة الكهرباء تزيد؟ أكيد، بس هنا المفاجأة، مش كل درجة بتنزلها بتزود استهلاك الكهرباء بنفس الشكل، والأغرب إن طريقة تشغيلك للتكييف ممكن تفرق في الفاتورة أكتر مما تتوقع. لما تضبط التكييف على درجة منخفضة جدا زي 8-10 درجة، التكييف بيحاول يوصل للدرجة دي ويحافظ عليها، وده ممكن يخلي الضغط الكمبروسر يشتغل لفترات أطول ويستهلك كهرباء أكتر. لو خليت التكييف على 8-10 درجة بدل 24، هل التكييف بيبرد الغرفة أسرع فعلا ولا هو بس بيستهلك كهرباء أكتر؟ قبل ما أجاوبك، اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. غالبا مش هيسقعها أسرع بالشكل اللي تتوقعه. في أغلب أجهزة التكييف ضبط الحرارة على 8-10 بدل 24 مش معناه إن الهواء الخارج بقى أبرد ب6 درجات، لكن معناه إن التكييف هيستمر في التبريد لفترة أطول للوصول للدرجة المطلوبة، وعشان كده ضبط درجة معتدلة زي 24 إلى 26 درجة غالبا يكون أوفر من تشغيل التكييف على درجات منخفضة جدا. اكتبوا في التعليقات ايه هي الأسئلة اللي عايزين إجابة ليها في الفيديو اللي جاي،